أهلا بكم من جديد. يمكن النهاردة هنتكلم عن أسرة فنان كوميدي كلنا بنحبه، هو الفنان سليمان عيد. وده طبعا بمناسبة جواز ابنه اللي لسه مؤخرا متجوز ابن عبد الرحمن. الفرح بتاعه طبعا كان فرح بيضم الأهل والأصدقاء ومجموعة كبيرة من الفنانين. طبعا أحبائه كتير سليمان عيد وحبايبه كتير. هنقول إن سليمان عيد في الفرح ده كان متألق كعادته وبحس كوميدي. يعني كان لابس وقت كتب الكتاب كان لابس بدلة لونها أسود، ووقت الزفة أو حفل الزفاف كان لابس بدلة لونها أبيض. هنقول بقى إن سليمان عيد طبعا كان فرحان جدا بجواز ابنه عبد الرحمن، ومسك العصاية وقعد يرقص مع أهله وأصحابه وبعض الفنانين. طبعا من أقرب الفنانين ليه وكان مدعو من المدعوين هو محمود البزاوي. وهنقول كان موجود برضو ناس كتيرة جدا زي محمود كريم عبد العزيز وشيماء سيف ومعتز التوني ومحمد عبد الرحمن ومحمود عبد المغني وميرنا جميل وطارق علام. وقلنا طبعا محمود البزاوي ومصطفى بسيط ومحمد رضوان وغيرهم كتير جدا. الحفل بقى أحيا حمادة هلال وأبو الليف وعصام كاريكا وشاندو. هنقول إن أسرة بقى سليمان عيد هو دايما حريص إن يبعدهم عن الأضواء، لكن كان زمان في برنامج مع الفنانة شيماء سيف كانت استضافت من حوالي 6 سنين زوجته هي اسمها عبير. المهم يعني إن في البرنامج دوت اتكلم عن شوية حاجات خاصة كده سليمان عيد ازاي اتعرف على زوجته وكده يعني سليمان عيد قال وقتها إن هو قعد سنتين تقريبا يدور على عروسة، ما كانش لاقي عروسة. وبعدين بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية سنة 1990 وإن هو قابل مراته بالصدفة عن طريق أحد المحامين. يعني كان رايح الشرقية وهو راح معاه فقابل مراته هناك واتعرف عليها وارتبطوا ببعض. طبعا بيتكلم عن ظروفه المادية إن هو وقت ما اتعرف على مراته كان تقريبا مفيش يجيبه غير 50 جنيه ومفيش معاه غير شقة، ما عندوش غير شقة مساحتها 50 متر تقريبا. لكن بمجرد ما اتعرف على مراته يعني بيقول إن الرزق جاله بشكل كبير جدا وربنا فتحها عليه من واسع يعني. وابن عبد الرحمن كان ظهر برضو قديما مع منى الشاذلي من حوالي 6 سنين معاه في البرنامج، وصرح شوية تصريحات كده منها ان هو بيحب الغنى وان هو صوته كويس. وفعلا يعني صوته كان قريب جدا من هيثم شاكر من محمد محي. وان هو عامل فرقة تقريبا فنية مع الطلبة بتوع كلية التجارة مع اصحابه وبيعمل حفلات بيحيي حفلات. يعني الامور بالنسبة له واخد الخط الفني وهو خط الطرب يعني. ولما جت سيرة والده طبعا قال ان هو حنين جدا وان هو عنده اخت واحدة بس، وان هو حنين جدا عليهم وبيتعامل معاهم بمنتهى الحنية. في النهاية طبعا بنتمنى السعادة لعبد الرحمن وإنه يحقق كل اللي بيتمناه. وبنقول مليون مبروك طبعا للنجم الكوميدي الطيب القلب سليمان عيد، وربنا يجعل حياتك كلها أفراح. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وتحياتي ليكم.